الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. ما زلنا مع قول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: 5 كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا فيما مضى قوله لزوم الجماعة واتباع السنة، ونواصل شرحنا لهذه المقولة من قوله رحمه الله تعالى: وعمارة المساجد. فالمساجد أيها الإخوة هي بيوت الله سبحانه وتعالى. أمر الله سبحانه وتعالى برفعها بالذكر والصلاة ورفع الآذان وتلاوة القرآن، فقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال أيضا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. كما جاء الوعيد الإلهي وكما جاء الترهيب من تعطيل المساجد، فقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المساجد أيها الإخوة كما قلنا هي بيوت الله سبحانه وتعالى، ميمون أهلها، هي أبنية الله وأفنيته، أمر الله برفعها. فرفع المساجد يكون على ضربين أو على نوعين. النوع الأول رفع المساجد في الجانب المادي، يعني البناء والتعمير والتشييد والتجهيز، هذه عمارة المساجد المادية، وهذا أمر موجود في هذا الزمان والحمد لله رب العالمين. كل المساجد مبنية منظفة منزهة والحمد لله رب العالمين. بعدما تبنى المساجد وتفرش وتجهز وتهيأ، تأتي عمارة أخرى وهي العمارة المعنوية، وهي إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى في هذه المساجد، ورفع المساجد بالآذان وبإقامة الصلوات وبتلاوة القرآن وما إلى ذلك من المهام التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم برفعها، وذلك يعني هي العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يتعبد الإنسان المولى عز وجل. فالمساجد أيها الإخوة لا ينبغي أن تحصر عمارة المساجد في الصلاة وحدها، ولكن الأمر يتعدى إلى أكبر من ذلك. فالمسجد هو معقل المؤمنين، يرجع الناس إليه في أمور دنياهم
وأخراهم فيه يتعبدون وفيه يتعلمون وفيه يصطلحون وما إلى ذلك من الوظائف يعني التي رأيناها والحمد لله رب العالمين. ولكن مساجد المسلمين اليوم يعني دخل عليها الخلل ودخل عليها النقص، فتجد أن يعني في كثير من مساجد المسلمين اليوم تجد ملاحظات كثيرة وتجد نقائص كثيرة جدا. فينبغي أيها الإخوة في هذا المقام أن ننبه على أمور ينبغي أن لا تكون عليها مساجد المسلمين، وهي ما يسميها العلماء والفقهاء بآداب المساجد. فالمسجد أيها الإخوة على المؤمن أن يعرف يقينا بأن الله سبحانه وتعالى هذا المكان هو بيته، وإذا قام الإنسان يصلي فإنه يقف بين يدي الله عز وجل. فإذا كان هذا بيت الله والله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فينبغي الإنسان أن يتأدب في بيت الله وأمام حضرة الله عز وجل. وأضرب لكم مثلا، لو أن إنسانا يستدعيك ضيفا إلى بيته، واحد يستدعي واحد ضيفا إلى بيته، هذا الضيف يطلب منه أن يتأدب في البيت الذي دعي إليه، يكون متأدب، يعني يعرف وش يتكلم، يعني يحفظ نفسه في بيوت الناس. فإذا كان هذا الأمر يعني مع الناس فكيف مع الله سبحانه وتعالى؟ نلاحظ المسلمين اليوم في هذا المسجد وفي غيره من المساجد الأخرى، تجد الإمام في ساعة كهاته يدرس للناس، وبعض الناس جالس يعني في الخارج، جالس أمام المسجد يتحدث في أمور الدنيا وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن القضية لا تعنيه. الإمام لمن يدرس وعلى من يخطب ولمن حضر درسه ومن يوجهنا جميعا ويرشدنا جميعا. والعلم كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يناله مستحي ولا متكبر. هؤلاء اثنان من الناس لا ينالون العلم. الإنسان الذي يمنعه الكبر، يقول أنا فلان، أنا كذا أنا كذا، ما نجلسش في المسجد، ما نسمعش إلى الدرس، هنا منعه الكبر من التعلم. واحد منعه الحياء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا مع أصحابه يعني يعظهم ويدرس لهم، دخل ثلاثة إلى المسجد ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحال. أما واحد من الثلاثة وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما أحدهم فاستحيا، وأما الثالث فأعرض. لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه قال: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فوجد فرجة في المسجد يعني في حلقة العلم فآوى إليها فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه، ترك العلم فتركه الله سبحانه وتعالى. أيضا نأتي إلى قضية أخرى وهي أكبر من هذه وعمت بلواها وذاع صيتها في جميع مساجد الدنيا، وهي الكلام في أمور الدنيا في المسجد، الفوضى اللي راهي موجودة في المساجد. وصل هذا الأمر حتى إلى الحرمين الشريفين. تجلس في المسجد الحرام اليوم في مكة ما تسمعش صاحبك وش راه يتكلم معك من الفوضى ورفع الأصوات في المسجد واستعمال الهاتف النقال والتجمعات، وكأن الناس ما هيش في الحج أو في العمرة. مع العلم
بأن هذا المكان المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. المسجد النبوي في المدينة، كلكم اللي راحوا زاروا ذلك المكان شافوا هذه الحقيقة. يجلس الناس حلقا في المسجد، حديثهم الدنيا وأصواتهم مرتفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود معهم في ذلك المكان. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول الإمام القرطبي نقلا عن الإمام ابن العربي المالكي قال: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميت كحرمته وهو حي، وكأنه حي صلى الله عليه وسلم وموجود معنا. اليوم تشوف مساجد المسلمين اليوم وكأنها مقاهي، يجيوا الناس إلى المسجد، واحد يتكلم مع زميله منا، واحد يتكلم على أمور الدنيا، واحد ما يجيهش كلام حتى يأتي إلى المسجد. هذه الظاهرة أيها الإخوة نقولها لكم من باب النصيحة ولأنفسنا. فالإنسان إذا دخل المسجد إذا كان قارئا فليقرأ في المصحف، وإذا كان ذاكرا فعليه أن يذكر الله. حتى الصمت، لما يجلس الإنسان ويصمت ويجلس مع نفسه فهذه عبادة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: النظر في شيئان عبادة، النظر في الكعبة والنظر في المصحف. حتى والإنسان ينظر في المصحف فهو في عبادة. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه من حديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج أناس، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني موجود معنا، يقول: يخرج أناس في آخر الزمان يجلسون في المساجد حلقا حديثهم الدنيا فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. هذا ربي ما يحتاجهمش وما يحتاجش العبادة تاعهم، بدل أن يأتون إلى المساجد ليقرؤون ويذكرون الله تعالى ويصلون على النبي ويتعلمون ويناقشون المسائل العلمية والفقهية، يأتون بحديث الدنيا إلى المساجد. وهذه القضية عمت بلواها تقريبا في جميع مساجد الدنيا. كل مكان تروح لي، أي مسجد تروح لي اليوم تجد الأصوات مرتفعة والناس يعني يتكلمون وبدون تحفظ، ويتكلموا في مسائل كثيرة. وهذا النوع من الكلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الكلام في أمور الدنيا في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قضية خطيرة جدا، ينبغي على الإنسان أن ينزه لسانه، خصوصا إذا كان جالسا في المسجد، إما أن يكون قارئا أو ذاكرا أو متعلما. وإن لم يكن شيئا من هذا فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. والصمت خير من هذه الظواهر التي لا تليق بمساجد المسلمين اليوم. ثم بعدها يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، يقول عن الرابعة، قال عن الأولى لزوم الجماعة، ثم قال واتباع السنة، ثم قال وعمارة المساجد، ثم قال بعدها وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى في جمعة أخرى وفي درس آخر. تلاوة القرآن لا يقصد يعني بالتلاوة يعني مجرد القراءة، ولكن يقصد بتلاوة القرآن الحقيقية هي التلاوة أن يعيش الإنسان مع كلام الله عز وجل، يعيش بقلبه ويعيش بوجدانه، بعد ذلك يصبح قلبه حيا يتجاوب مع القرآن الكريم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ آية تسبيح
سبح، وإذا قرأ آية تكبير كبر، وإذا قرأ آية رحمة استبشر، وإذا قرأ آية عذاب تعوذ، وهكذا يتجاوب الإنسان مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كثيرا إلى يوم الدين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.